النهارده بتخلص قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كل فريق هيلعب 20 مباراة، يعني كل فريق هيكون عنده جولة باي لأنه الدوري بيتكون من 21 فريق. لكن مواعيد الماتشات لسه ما تحددتش. بداية الدوري المصري هيكون يوم 8 أغسطس 2025 وهينتهي في شهر مايو 2026. المرحلة الأولى النهاردة بتحدد جدول مبارياتها، كل فريق عارف ماتشاته. النهاردة نتعرف على جدول مباريات النادي الأهلي في المرحلة الأولى من الدوري المصري، وكمان في نهاية الفيديو لو انت طبعا هتتابع الفيديو للآخر هتكلم بالتفصيل على نظام الدوري المصري هيكون ماشي ازاي في موسم 2025-2026. يلا بينا نبتدي أول حاجة ونتعرف على جدول مباريات النادي الأهلي في المرحلة الأولى من الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026. النادي الأهلي في الجولة الأولى هيواجه مودرن سبورت على استاد القاهرة. في الجولة الثانية الأهلي هيواجه فاركو على استاد القاهرة. أما الجولة الثالثة هتكون باي. في الجولة الرابعة النادي الأهلي هيواجه غزل المحلة على استاد غزل المحلة. في الجولة الخامسة النادي الأهلي هيواجه بيراميدز مواجهة قوية جدا على استاد القاهرة. في الجولة السادسة الأهلي هيواجه إنبي على استاد المقاولون العرب. في الجولة السابعة النادي الأهلي هيواجه سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة. في الجولة الثامنة النادي الأهلي هيواجه حرس الحدود على استاد برج العرب. والجولة التاسعة النادي الأهلي هيلعب ضد الزمالك مباراة القمة ديربي القاهرة على استاد القاهرة الدولي. الجولة العاشرة النادي الأهلي هيواجه الصاعد حديثا للدوري المصري كهرباء الإسماعيلية على استاد السويس الجديد. في الجولة ال11 النادي الأهلي هيواجه الاتحاد السكندري على استاد القاهرة. في الجولة ال12 النادي الأهلي هيواجه بتروجيت على استاد الكلية الحربية. الجولة ال13 الأهلي هيواجه المصري البورسعيدي على استاد برج العرب. وفي الجولة ال14 الأهلي هيواجه الإسماعيلي على استاد برج العرب. في الجولة ال15 الأهلي هيواجه طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية. وفي الجولة ال16 الأهلي هيواجه وادي دجلة على استاد القاهرة. وفي الجولة ال17 الأهلي هيواجه البنك الأهلي على استاد القاهرة. وفي الجولة ال18 الأهلي هيواجه الجونة على استاد القاهرة. وفي الجولة ال19 الأهلي هيواجه سموحة على استاد برج العرب. وفي الجولة ال20 الأهلي هيواجه زد اف سي على استاد القاهرة. وفي الجولة 21 الأهلي هيواجه المقاولون العرب على استاد المقاولون العرب. بكده نكون اتكلمنا على جدول مباريات النادي الأهلي في المرحلة الأولى في الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026. نتكلم دلوقتي على نظام الدوري المصري الجديد في الموسم الجديد 2025-2026. الدوري المصري هيكون ماشي كالتالي: المرحلة الأولى 21 فريق، كل فريق هيلعب 20 مباراة. بعد ما ينتهي المرحلة الأولى هنعرف جدول الترتيب من الأول ومن الأخير. اللي هيحتل صدارة الدوري من المركز الأول للسابع، السبع فرق الموجودين في الصدارة هيكونوا في المرحلة الثانية موجودين في مجموعة اسمها مجموعة البطولة أو المنافسة على اللقب. أما اللي هيحتلوا المركز الثامن لحد المركز 21 دول هيكونوا في المرحلة الثانية أو الدور الثاني هيكون في مجموعة التفادي الهبوط، يعني اللي هم بيلعبوا من غير هدف إلا هو إنهم ما ينزلوش درجة تانية. عندنا الفرق اللي هتنزل درجة تانية 4 فرق اللي هم بيحتلوا المراكز الأخيرة، ال4 مراكز الأخيرة، وهيصعد 3 فرق من دوري الدرجة الأولى أو دوري المحترفين. بكده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عاوزين اعمل جدول مباريات لاي فريق اكتبوا في التعليقات، وما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تتابعوا قناه التوأمان، وفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا اي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.